ويا هلا والله، اليوم بسوي معاكم كيكة الأحلام، الكيكة الدنماركية. قبل كده سوينا الكيكة البرازيلية. بصراحة هذه ألذ منها بمراحل. هنا خذيت حبتين من البيض وثلاث أرباع من السكر وشي بسيط من الفانيلا. هنا أضفتها فانيلا باودر وراح أضيفهم للبيض. وطبعا الفانيلا السائلة أنا ما أستغني عنها. وفي شيء مهم، خل تعطي الكيكة هشاشة ونفشة وتشيل لك الزفر. وحاليا نخلط. هنا بعد ما تحول عندي الخليط بهذا الشكل بهذا اللون، راح أضيف 3/4 من الحليب السائل، وراح أضيف ملعقة كبيرة من الباكنج باودر، وراح أضيف كوب ونصف من الدقيق، ونصف إصبع من الزبدة. بهذا الشكل. وحاليا راح نخلط. حاليا خلاص راح نصب الخليط. شايفين كيف القوام؟ متماسك لكن سائل وبنفس الوقت كريمي. كريمي لأن أضفت له الزبدة. خلاص حاليا راح أدخلها الفرن على درجة حرارة 180 ميل الأسفل. هنا الصوص أضفت 3/4 من السكر البني، وأضفت نصف إصبع من الزبدة وأقلبهم سوا. شايفين؟ بعد كده بضيف نصف كوب من الحليب السائل. آخر خطوة اللي هي أضيف جوز الهند وأقلبهم سوا. أتركهم على جنب. راح أضيفهم كطبقة على الكيك. وهنا جهزت عندي الكيكة. يا الله لو تشمون ريحتها، ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء خرافي، دمار شامل. حرفيا ريحتها ملت كل البيت. عموما حاليا باخذ الصوص اللي سويناه مع بعض وراح نضيفه للصينية. هنا أضفت الخليط كطبقة على الكيك. بعد كده بدخلها الفرن من الأعلى فقط، تتحمر شوي، شيء بسيط، تكون جاهزة عندنا. شوفوا الجمال تبارك الرحمن والتفاصيل. مرة ريحتها تشهي كذا، كراميل على جوز هند مع ريحة الكيك، شيء خرافي. وشايفين تبارك الرحمن، خلاص كذا جهزت عندنا. قطعناها حاليا إلا ما أراويكم إياها من الداخل. شوفوا تبارك الرحمن التفاصيل، شوفوا كيف هشة ومستوية من الداخل وريحتها خرافية.